راتب العوضات المدير الفني للنادي الفيصلي، اهلا وسهلا فيك عبر بوابة وكالة رمل الانباء. حابين نعرف تحضيرات النادي الفيصلي لمرحلة الاياب. اين النادي الفيصلي الان من مرحلة الاياب والاعداد للمرحلة الاياب؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكركم على التواجد كقناة. بالنسبة لنا طبعا الحمد لله احنا الآن مركز أول متصدرين الدوري، متأهلين على دور الأربعة بكأس الأردن. الحمد لله التحضيرات برغم انه الظروف اللي الحمد لله الخير اللي هو جاي علينا على الوطن العربي اللي هو الشتاء من ربنا، نشكر الله. الا انه الاجواء جميله مع اللاعبين، الحمد لله اللاعبين منضبطين بتمارينهم. عندنا زي ما تقول بتعرف فتره طويله شوي اللي هي فتره الانتقالات، كمان بزياده هي المفروض تكون اسبوعين، بس هذا حال الوضع اللي موجود. عندنا المنتخب الاولمبي ان شاء الله ربنا بكرمه بالتاهل ان شاء الله. عندنا 5 مباريات ان شاء الله وديه، راح تبلش اول مباراه ان شاء الله بعد بكره مع نادي ذات راس، راح تكون ان شاء الله على ملعب البولو. عندنا ان شاء الله كمان بعدها مع الصريح و9 شهر ب 14 شهر راح تكون كمان عندنا ان شاء الله مع نادي الجزيره، ومن ثم 19 شهر راح تكون مع شباب الاردن، وب 25 شهر راح تكون مع حسين اربد. وان شاء الله انه بتوقع انه الدوري هيك يعني تقريبا تبلغنا انه ممكن يكون بدايه واحد، ممكن 1 الشهر 2 الشهر حسب منتخبنا الاولمبي. والامور جيده الحمد لله، امورنا الحمد لله في ان شاء الله. طبعا في عندنا تامر صالح بنرحب فيه انه تعاقدنا معه كحارس، وراح يعمل كمان تنافس احسن ان شاء الله. وبتعرف هاي الجميع يسال كابتن راتب العوضات ما هي الخلطه السحريه التي يعني فعلها راتب العوضات للظهور بالنادي الفيصلي بهذا الشكل المتألق والمنافسة على الألقاب في جميع المحافل التي تشارك فيها النادي الفيصلي، من دوري المحترفين إلى بطولة كأس الأردن. شوف هي ليس خلطة، هي بالبداية أنا كنت مستلم بالفريق، أنا اللي عديت الفريق، أنا اللي اخترت اللاعبين على مستوى عالي. بس تعرف الأمور شوية كانت دائما هذا حال كرة القدم، يعني لما نتكلم برشلونة على ريال مدريد على بايرن ميونخ اللي هو من منشنلانجباخ 3-1 هو متصدر بفارق 12 نقطة. كان هاي حال كرة القدم. برشلونة صار متعادل بجوز 6-7 تعادلات وخسر مباراتين، الريال كذلك الامر. تيجي لمانشستر سيتي لارسنال اللي بيكون فايز بياكل 4-0. فهي حال كرة القدم. الحمد لله احنا ما وصلنا للمراحل هاي، احنا عندنا العناصر جيدة، عندنا عناصر مثقفة كرويا، عندنا عناصر عندها ثقافة البطولات وليس بس يعني من اخترنا لاعبين عندهم ثقافة البطولات وليس بس ثقافة الفوز. هذا اللي بيميز لعيبة الفيصلي بإدارتها من معالي الشيخ لأعضاء مجلس الإدارة لجمهوره، بغض النظر إنه جمهوره بتشوفه، بس أنا بحب الجمهور الحامي اللي بحب اللي بغار على فريقه. هذا حق لأي مشجع إنه يكون غيور على ناديه. بتمنى من جمهورنا انه دائما يكون متواجد معنا في المرحله الثانيه، مرحله مش سهله راح تكون ان شاء الله انه يكون دوري جميل باداء وباخلاق وفنياته المرحله الاياب، وان شاء الله ربنا يكرمنا. احنا هدفنا واضح اللي هو تحقيق الالقاب. كابتن راتب، نعم كميه سعه صدرك للاعلام. الجماهير تطالب ببعض الاسماء للنادي الفيصلي، والجميع يعلم انه قرار اداري فني للكابتن راتب اشراك. ماذا يقول الكابتن راتب لبعض الاسماء النادي الفيصلي تعود لبوابه النادي الفيصلي؟ خلينا نحكي بشفافيه. مين الاسماء يعني؟ رائد النواطير، الكابتن عبد الاله. اي لعبوا رائد النواطير، لعب مباراه كاس السوبر، لعب مباراه الرمثه، لعب مباراة الصريح. الجماهير تعودت عليهم كابتن كأساسيين. هلا شوف هلا انا اللي بعرف مش الجمهور اللي بعرف بالنهاية. عندي لاعبين اللي افضل راح يلعب بالملعب. عندي موسم طويل. بالنسبة لي اللاعب هو بفرض نفسه علي، مش انا بفرض نفسي عليه. الميدان هو اللي بفرض على اي مدرب. بالعكس اي لاعب دائما انا كمدرب بيهمني كمان مصلحة الفريق ومصلحتي الشخصية، انه انا احقق بطولات، ولانه كمان انا مؤتمن على هذا الفريق اللي مستلمه الان. اكون امين امام الله انه انا الافضل راح اكون بالملعب. هذا هو بفرض حاله اللاعب علي، ولا اي لاعب راح يكون. عندي فتره مباريات الان، مباريات تجريبيه، وعندي تمارين، عندي جهاز مساعد. بنفلي الامور تفلى لما بنحط التشكيله. بتعرف كل ما كان اللاعبين عندك كلهم مميزين قراب لبعض، طبعا هذا المدرب كمان مش سهل الامور عليه. بالنهايه انه ال11
اللي بدي يلعبوا هم الافضل راح يكونوا بفتره التدريب ان شاء الله. الفيصلي في المرحلة المقبلة سيصارع على 3 جبهات من كأس ودوري وبطولة كأس اتحاد آسيوي. ماذا يقول راتب العوضات عن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وحظوظ النادي الفيصلي الذي هو يعني بطل لهذه البطولة الدورتين؟ شوف احنا هلا نمشي مرحله مرحله. الان احنا عندنا تفكيرنا بالدوري الان، لانه بتعرف 24 شهر 2 اللي هي مباراتنا مع طاجكستان ان شاء الله، مع فريق طاجكستاني. الان في عندنا بواحد الشهر او ب2 الشهر مع الاهلي، ان شاء الله ربنا يكرمنا ب3 نقاط، ومن ثم نعدي كمان مباراه. انت من تفوز على فريق وراك بتعمل فارق، مباراتين 3 بتوقع للدوري يكون ان شاء الله ربنا يكرمنا باول 9 نقاط من مرحله الاياب، وان شاء الله الدوري راح يكون قريب. بنفكر بالكاس نخلص مباراتنا مع الاهلي ان شاء الله، بنصفي على النهائي، فالامور بتكون جيده، وبعدين نعمل حساباتنا لكاس الاتحاد الاسيوي ان شاء الله. سؤال اخير كابتن راتب، انباء عن عوده خليل بن عطيه واحمد هايل لعرين النادي الفيصلي، ماذا يقول؟ شوف خليل بن عطيه هو مع فريق بحريني، بتوقع يعني تكلمنا معاه انا والاخ ابو باسل سامر الحوراني تقريبا قبل شهرين، الا انه هو جاي عرض من فريقين بحرينيين. فهي امور بترجع للاعب، احنا النادي مفتوح لاي لاعب بيقدر يقدم يفيد يعمل اضافه للفريق النادي الفيصلي. احمد هايل هو متعاقد مع النادي العربي، لسه عماله اموره ما هي محسومه. احمد هايل هو نادي، واحنا بنتمنى يكون احمد هايل معنا ان شاء الله. كل الشكر كابتن راتب، وبالتمنيات بالتوفيق بالمرحله المقبله. شكرا لك. كل الشكر.